في راديو زمان كل اللي فات هيرجع تاني. دراما من زمن فات، برامج من زمن فات. البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. وصية المرحوم. وصية المرحوم صبري عبد المنعم، فريدة مرسي، المرحوم يسرية الحكيم، وأحمد خليل. وصية المرحوم كتبها للإذاعة إدوار سليمان. وصية المرحوم. وصية المرحوم، إخراج محمود فتح الله. الأستاذ صبري محروس، الأستاذ صبري محروس. ايوه حالا جاي. تلغراف، ها؟ لو سمحت امضي لي هنا بالاستلام. حاضر. شكرا. ايه يا صبري، تلغراف منين؟ مالك واقف مربوك كده ليه؟ في ايه يا صبري؟ ابدا يا كوثر. ابدا ازاي؟ وريني التلغراف مكتوب فيه ايه. استني بس. يا مصيبتي بابا مات. خلاص يا كوثر، بلاش الدموع دي ارجوكي، بلاش الدموع دي. كوثر هدي نفسك يا كوثر. اسمع يا على بابا، ده هو اللي كان مالي في الدنيا. كلنا هنموت يا كوثر. وبعدين بقى صعبان عليا يموت وانا بعيد عنه. اقول لك ايه بس يا كوثر، ما انت السبب. ما احنا كنا عايشين معاه وانت اللي سبت البيت، وبقالنا دلوقتي 4 سنين سايبينه، والراجل جالنا وزارنا مرتين في المدة دي، واقول لك نروح نزوره او بمعنى اصح نرد له الزيارة، ما بتسمعيش كلامي. منها لله ثانية اختي، هي السبب ازاي بس يا كوثر؟ اختك ما طردتكش من البيت، انت اللي سبتيه بخاطرك. ايوه سبته من كتر النكد، كل يوم تدب معايا خناقه، اعصابي خلاص ما احتملتش يا صبري. ما انت كنت معايا يا اخويا وسامع وشايف كل حاجه. ايوه يا كوثر. انت كان ممكن تتحملي كمان شويه علشان خاطر والدك الله يرحمه. ده كان راجل كبير في السن ومحتاج برضه لشويه رعايه منك. وارجع واقول برضه انت السبب. ايوه إيه؟ انت السبب في عدم زيارتي ليه طول ال4 سنين اللي فاتوا دول. انا يا كوثر؟ ايوه انت، قلت لك مرتين 3 نروح نزوره وانت ما طوعتنيش. ايوه يا ستي، حصل، بس انت عارفه اني مشغول على طول. انا كمان مش بلاقي حتى نص ساعه ارتاح فيها. طول النهار بدرس في المدرسه وارجع البيت يا دوب اكل لقمه وابتدي في الدروس الخصوصيه لحد نص الليل، حتى في الاجازات. وانت عارفه اننا لو اتكلنا على المرتب مش هنقدر نعيش. ايوه افهم من كده انك ما عندكش وقت لحضور الدفنه كمان. ايه ده لا هو ده معقول برضو يا كوثر؟ امال مين اللي هيقوم بواجبات الدفنه ومين اللي هيستقبل المعزيين؟ ده المرحوم والدك كان غالي علينا قوي، وانا ما انساش فضله علينا الحقيقه. يلا بسرعه، البسي وهاتيلي البدله السوداء من الدولاب علشان ناخد تاكسي ولا نضيعش وقت. يا شهيره علبتي
بنتي دي راحت فين بس يا اخواتي؟ يا شهيرة. نعم يا ماما، انت بتناديني؟ ايوه بنادي عليكي. يعني ده كله ولا سمعتيش؟ ما خدتش بالي يا ماما، اصلي كنت قاعده بره في الجنينه. كده برضو يا شهيرة؟ بقى انا مبطلاكي من المدرسة النهاردة عشان تقعدي في الجنينة؟ انا مبطلاكي يا حبيبتي عشان تساعديني في شغل البيت في يوم زي ده. احنا ورانا حاجات كتير قوي لازم نعملها النهارده. في ناس هيجوا يعزوا ولازم يجوا يلاقوا البيت مترتب ونظيف. طبعا يا ماما، بس انت ما طلبتيش مني اني اعمل اي حاجه. من غير ما اقولك يا شهيرة، ما انت شايفه يا بنتي البيت شكله ايه قدامك، وعارفه ان نبويه الشغاله بقالها 3 ايام ما بتجيش البيت عشان عيانه. انت لازم يا حبيبتي تعرفي من نفسك ايه الواجب عليكي وتعمليه، خصوصا في يوم زي ده. ولا انت ناسيه ان جدك راقد ميت فوق في الدور الثاني؟ عارفه يا ماما، انا حزينه قوي عليه. انت عارفه انا كنت بحب جده قد ايه. كلنا كنا بنحبه يا شهيرة، بس بقى يعني هنعمل ايه، ربنا عاوز كده واختاروا بقى يا حبيبتي. يلا يا شهيرة، يلا يا حبيبتي ما تضيعيش وقت، وهنقسم البلد بلدين. بلد ايه اللي هنقسمها يا ماما؟ يا حبيبتي ده مثل بيقولوه لما الناس يجوا يوزعوا عليهم الشغل. انت تنفضي كراسي الانتريه والصالون، وتكنسي الموكيت بالمكنسه الكهرباء، وبعدين ترجعي لمواعين المطبخ. انا غسلت نصهم وانت تغسلي النص التاني. حاضر يا ماما. يلا بسرعه بقى عشان تغيري اللبس اللي انت لابساه ده كمان. ليه يا ماما؟ الا ليه دي يا حبيبتي؟ ده اللي بيجوا يعزوا في الميت بيلبسوا اسود، يبقى احنا اهل الميت نلبس ملون. بعد ما تخلصي شغلك البسي فستان اسود، مش دي برضو الاصول؟ ايوه يا ماما، بس انا ما عنديش فستان اسود. ده فعلا يا بنتي، معلش ما كنتش اعرف ان جدك هيموت على سهوه كده. يبقى ما فيش غير حل واحد سريع، تلبسي الفستان البني اللي انا اشتريتهولك الشهر اللي فات، عندك في الدولاب نضيف ومكوي. حاضر يا ماما، بس يعني الفستان البني ده بني ما يجراش حاجه، اهو لون غامق والسلام. مش احسن من الفستان اللي انت لابساه ده نص احمر ونص اخضر؟ خلاص يا ماما، اللي تشوفيه. اشوف شغلي انا بقى. هي المنفضه فين يا ماما؟ ما هي قدامك اهي يا شهيره. انا هنفض كراسي الصالون الاول يا ماما. البحر بيضحك ليه، انا يا خبر يا شهيره، انت بتغني وجدك راقد ميت فوق؟ اسفه يا ماما، بس دي مش اغنيه، ده نشيد خدناه في المدرسه. نشيد خدتوه في المدرسه؟ لا يا ماما، أنا افتكرت ده نشيد اتعلمته من بابا. بابا بيغني ويقول انا نازله الدله عامله القلل؟ ايوه وحياتك يا ماما، كان بيقول النهارده الصبح وهو بيحلق دقنه. بقى كده. طب روحي انت بقى شوفي شغلك يا حبيبتي. يا ثانية انت فين يا ثانية؟ انت فين يا ثانية؟ انا اهو. بقالي ربع ساعة بنده عليك ودورت عليك في البيت كله ما لقيتكيش. هروح فين يعني يا فريد؟ هو ده يوم اسيب فيه البيت؟ ماني راجل كنت مستغرب، بس لازم اعرف دلوقتي انت كنت فين؟ كنت في الدور الثاني. يا الدور الثاني اللي ايوه في الدور الثاني اللي وجراتي وطلعت لوحدك ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الموت له رهبة يا ثانية. كان لازم اطلع يا فريد. هو ايه اللي لازمه؟ عشان اخد حقي قبل غيري ما يجور عليه. حقك ايه؟ انا مش فاهم. علبة المجوهرات بتاعت ماما الله يرحمها. الله يرحمها مالها؟ بابا الله يرحمه قال لي في يوم من الايام لو يجرى لي حاجه يا ثانيه، علبه المجوهرات بتاعت مامتك بمحتوياتها بتاعتك. بس انت عمرك ما قلت لي الكلام ده. ما كانش فيه مناسبه يا فريد. طب وقال لك الكلام ده قدام مين؟ بيني وبينه يا فريد، مش قدام حد. يا ثانية. ايوه يا فريد. طب اختك عارفه ان فيه علبه مجوهرات في البيت بكامل محتوياتها؟ ايوه، ويجرى ايه يعني؟ يجرى ايه يعني استنى لما تيجي هي وتاخدها؟ لا، ولا انت ولا هي، كل واحده تاخد نصيبها الشرعي يا ثانية. يا سلام يا اخويا، خدمتي فيه 4 سنين ليل ونهار ملهاش تمن يا سي فريد. واختي كوثر اللي سابته 4 سنين بحالهم ما كلفتش خاطرها لا هي ولا جوزها يبعتوا له حتى جواب يطمنوا عليه وعلى صحته. يبقى مين اللي اولى بمجوهرات ماما؟ هو من الناحيه النظريه انت اولى، لكن من الناحيه القانونيه بقى لا يا ثانية، اختك وجوزها مش هيسكتوا على الحكايه دي ابدا. ما تشغلش بالك بالحكايه دي يا فريد، سيبها عليا. في موضوع تاني اهم عاوز اكلمك فيه. وموضوع المجوهرات ده بقى هاجله شويه. المهم اللي انت عايز تكلميني فيه دي موضوع عاوز اخد رايك فيه. موضوع يختص في حاجه تانية. حاجه ايه؟ مش فاهم.
ايه رأيك في الدولاب الصغير المحندق اللطيف اللي بابا جابه من شهرين؟ ده دولاب حلو قوي كله ظرف. ما انا عارفه انه حلو قوي. ايه رأيك يا فريد في ايه يا سنية؟ نعمل له عملية نقل. ازاي يعني نبدل الظرف مطرح بعضها ولا ايه؟ مش فاهم. ما تفتح مخك بقى يا فريد. نشيله من فوق نجيبه هنا تحت عندنا. يا خبر يا خبر يا ده المصيبة. يا ده المصيبة. فيها ايه؟ ده لازم وصله. لازم البس الجاكيتة بسرعة. يلا يا فريد وناخد هدومك. شهيرة تعالي هنا يا بنت. تعالي. بنت شهيرة ما تبصيش كده من الشباك لا يشوفوكي. وصلوا يا ماما وصلوا. ما انا عارفة. خلاص يا بنت جدك ميت فوق. روح افتح الباب انت يا فريد. عبال ما انا احط في شعري بنستين احسن شعري منعكش. لا بقول لك ايه. افتحي انت احسن. اني مش عارف اربط كرافتي. حاضر هروح انا افتح وامر الله كل حاجه عليا. ايوه الكرافته لازم يشوفوني وانا لابس اخر حلاوه يعني. بس ايه يعني مش هخلي الساعه تهب في ايدي لحسن يفهموا حاجه كده ولا كده. اهلا ابتدينا. خلاص يا بابا ما عدناش هنشوفك دي. كفايه يا كوثر يا حبيبتي. كفايه من الصبح. عينيكي يا حبيبتي. ما كفاكيش العياط اللي عيطتيه في الاتوبيس وخليتي الركاب يتلموا عليكي ويعرفوا حكايتك ايه. كان غالي عليا قوي يا سنية. كان غالي علينا كلنا يا كوثر يا اختي. مش بروحكم كده يا ستات. بالراحه. تعالوا ادخلوا. ده العياط وحش. تعالوا اقعدوا في الانتريه. تفضلوا واقفين كده. بالراحه خلاص يا كوثر. ما يصحش. انتوا عملتوا ايه حبيبنا ابونا مات. بس بقى ده كان كله صحة. بس يا اخوانا مش كده. ننامه. ده هم الناس الجاهله اللي أول يعيطوا. امبارح بس كان عيد ميلاده وخرجنا وهيصنا وانبسطنا. حبيبي الحمد لله على السلامة. بينكم تعبتوا في السفر لحد ما جيتوا هنا. اهلا وسهلا. ابدا ما تعبناش في السفر. ما احنا تعبنا من اللف في المحلات عشان نجيب لبس جديد اسود يليق بالمرحوم. مش نيجي لابسين لبس عندنا بقاله 4-5 سنين. الميت برضو له احترامه. ناس هتمشي في الجنازة وناس هتيجي تعزي يقولوا ايه اهل الميت مستهترين بيه. والله يا اختي انتوا قاعدين في مصر ومصر كلها محلات ملابس جاهزة. قصدي يعني تقدروا تجيبوا كل حاجة وبسرعة. انما البلد اللي احنا فيها دي ما فيهاش محلات ملابس جاهزة. انا شخصيا لو ساكنة في الواحات كان برضو لازم اجيب لبس جديد احتراما للميت. يا كوثر يا حبيبتي فيه ناس ما بيهتموش بالمسائل دي. يعني ايه ما يهتموش ازاي بس يا صبري؟ يهملوا في ميتهم للدرجة دي؟ اللي ما بعتولنا يقولوا انه عيان ولا حاجة. لا مؤاخذة يعني يا استاذ صبري. ده ما كانش عيان ولا حاجة الله يرحمه. ما قلتلناش المرحوم مات ازاي؟ انت هتقلبي علينا المواجع ولا ايه؟ كلها ما بتموت يا حبيبتي. بس يا سنية بس هو الحمد لله يعني ما تعبش ولا حاجة. ربنا أكرمه ما طولش اتخطف. أيوة يعني معلش. بس الدكتور قال إيه؟ قال عنده إيه؟ الدكتور قال يعني أصل الدكتور ما لحقش يجيله. جاله بعد السر الإلهي ما طلع. بتقولي إيه؟ يعني مات قبل ما يجيله الدكتور؟ طب والدكتور ده جبتوه منين؟ قوليلي دكتور مشهور؟ ايوه هو هنا من البلد يعني. كنا هنبعت نجيب له دكتور من مصر ولا ايه؟ ومشهور ولا مش مشهور يعني؟ هو يعني اللي كان موجود ساعتها وفي عيادته. دكتور كبير في السن؟ لا شاب صغير حلو كده يعني. يا حمتي يعني ما تودكش لسه في الطب؟ لا ده حلو قوي. يعني سبت الراجل يموت من غير ما تسعفوه؟ والدكتور لما كشف عليه قال لكم مات من ايه؟ قال يا اختي انه مات من كوما جات له. نعم كوما؟ والكوما دي ايه؟ الكوما دي أنا أفسرها لك بالبلدي يعني. الكوما انخفاض كبير في نسبة السكر اللي بيبقى في الدم، قوم يخلي المريض يغمى عليه وانطلت الغومة بتاعته شوية يا دستر يموت زي ما المرحوم مات. ما تعملوش كده يا بابا. عيني عليك يا حبيبي عيني عليك.
يصرفوه. ده انا دافع للدكتور من حر جابي. كل اللي عملناه ده. قلبي قلبي. كوثر قلبي. كوثر فوقي يا كوثر. الراجل وموتوه علشان سبتوه من غير علاج، لسه عاوزين تموتوا مراتي؟ حرام عليكم يا ناس. نبعت نجيب لها الدكتور. اللي عملتوه ده والله حرام. لا مش حرام. والمرحوم بابا ذنبه في رقبتكم. ليه يا كوثر يا كوثر يا اختي، ده بابايا زي ما هو باباكي. ولو كنت انت اللي معايا هنا ما كنتيش هتعرفي تعملي اكتر من اللي احنا عملناه. وايه اللي انتوا عملتوه؟ سبت الراجل مغمى عليه لحد ما مات، وفين لما جبتوا له دكتور متخرج جديد بعد ما مات. والدكتور ده حتى يعني له متدرب وصغير في السن، لسه ما فاتتش عليه حالات زي دي، كان هيسعفه ازاي؟ يا ست كوثر، يا ست كوثر، ما فيش حاجه اسمها دكتور صغير ودكتور كبير، ما هو كلاتهم متعلمين. لا في يا فريد، بس انت بقى اللي بتحب تغلط نفسك دايما. كنت تقدر تجيب له دكتور تاني يا اخي. طب يا اختي بس الدكتور التاني ده كان هيعمل ايه يا كوثر؟ هيصحيه. في دكاترة عملوا اسعافات لناس كان مفروض انهم ماتوا، والروح ردت فيهم تاني يا اختي. ايوه فعلا حصل الحكايه دي حصلت كتير قدامي. لا شوف يا استاذ صبري، الحكايه دي ما بتحصلش الا في حاله واحده بس، في حاله الغرق. وابوكي ما غرقش يا كوثر. ولا عمره كان يغرق. بتقول ايه يا صبري؟ المرحوم كان هيغرق ازاي؟ ده طول عمره ما كانش بيحب الميه. فريد انت نسيت نفسك ولا ايه؟ يا راجل انت بتضحك. ايوه بضحك، وهفضل اضحك واضحك 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 على الدنيا الغرورة، الدنيا الفانية اللي بتفرق الاحباب. الراجل كان طول وعرض، الدنيا تاخده مننا كده في غمضة عين. ايه رأيكم نطلع نشوفه فوق؟ لا 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 عفيناني من الحكاية دي، اطلعوا انتوا. انا بصراحة عصبي ما تستعملش المنظر دي. وانا كمان يا اختي ما طلعش اشوف انسان عزيز عندي، ومش عزيز وبس يا ناس، اعز انسان عندي في الدنيا رائد الرقدة دي. ايه طيب خلاص بقى نأجلها شوية على ما أعصابكوا تهدى. بابا في بنت يا شهير، عاوزه ايه؟ انت فين؟ مش باينه وسايبه ابوك كده طول النهار. ما بطلي لعب بقى. وانت شايفني بلعب يا بابا؟ ايوه الحق عليا اني بنزيلك، وما دام قلت لي اني بلعب انا بقى هلعب بصحيح. يا بنت انت طالعه بس ليه مضلمين؟ تعالي هنا خدي. اديني ليه؟ نعم. قولي لي بقى، انت كنت بتنادي عليا ليه؟ لا مش هقول لك بقى كده برضه يا شهيره. تعالي يا حبيبتي قولي لي عاوزه ايه؟ في واحد واقف في الجنينه تحت وبيسأل عليك. واحد مين؟ حد اني اعرفه يعني؟ وانا عرفني يا بابا تعرفه ولا لا؟ واحد بس شكله غريب كده يعني. شكله غريب ازاي يعني؟ واقف بالورب؟ ايوه يا بابا غريب قوي. يعني دي لابس بدله شهيره ولا لابس ايه؟ لا يا بابا، ده لابس بتاعه كده عامله زي الفوط على راسه، وشنباته طويله ومبرومه طالعه لفوق كده، وشكله غريب قوي. ايه دي يعني؟ ده في الحاوي ده ولا ايه؟ انا ما اعرفش حد بالاوصاف دي. وحدوه. هو يا بابا اللي جاي ناحيتنا ده يا بابا. يا ساتر يا ساتر يا رب. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا استاذ. اهلا بيك يا سعاده. اهلا وسهلا اهلا. ده حال الدنيا الباقيه في حياتك. وحياتك الباقيه اتفضل. متشكرين يا سعاده البيت. انا جاي اسال بس الميعاد امتى؟ عدم مؤاخذه يعني، هي دفة المرحوم هتبقى امتى؟ يعني ان شاء الله يعني بعيد عن عدوينك بعد العصر. خلاص يا سعاده البيت، قبل الظهر ان شاء الله اكون عندك باذن الله. ولا مؤاخذه يعني مش عارف اقول حضرتك ايه يا استاذ ولا يا فندي ولا ايه؟ انا ما اعرفش سيادتك. انا المعلم فرج الله الحنوتي عدم مؤاخذه، عموم الجمهوريه عارفانا يا سعاده البيت وزباين عندي. اهلا وسهلا. طب وانت عرفت البيت هنا ازاي؟ عدم مؤاخذه حسن بيه بعت لحضرتك
وقال لي انك يعني عدم مؤاخذه يعني ناس كويسين وزوات وناس ولاد اصول. تشكر. هو كان جاي معايا عدم مؤاخذه ساعه البيت، بس قال لي سبقني انت. يا اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا. ايوه، وقال هحصلك. اصل قاعد في مكتب الصحه والحكيم باشا اللي بيطلع تقرير تصريح الدفن لسه ما جاش. طيب يا سيدي، متشكرين. ابقى سلم لي بقى على الاستاذ حسن وقول له الف شكر، ولو اني يعني ما اعرفش الاستاذ حسن ده يطلع مين. احنا بالخدمه سعاده البيه ومستعدين نخدم على طول. اي والله. لا يا عم، متشكرين بالليل والنهار واحنا جاهزين يا سعاده البيه. تشكر. احنا نخدم على طول الناس الاجاويد، الناس الطيبين اللي زي حضرتك عدم مؤاخذه يا سعاده البيه. بالاذن يا سعاده البيه. بالسلام. وحدوه. لا اله الا الله، ما اشوفش وشك تاني هنا. الميراث يا سيد فريد، الميراث يا حبيبي. الميراث داخل على طمع. اتاريكوا جايين تجروا بقى، وانتوا اللي بقالكوا 4 سنين ما عتبتوش دار المرحوم. أيوة. دلوقتي بقى حلي وبقى مزار. ثانية، الكلام ده ملوش لزوم يا حبيبتي. دي حقوقنا وميراثنا ولازم نطمن عليهم. ايوه، امال يعني عاوزين تناموا على كل حاجه ولا ايه؟ مش كفايه طفشتونا من البيت؟ احنا برضو اللي طفشناكوا، ولا انتوا اللي كلتوا من خدمه المرحوم وسبت له البيت ومشيتوا؟ ايوه يا ست ثانيه، علشان لينا كرامه. لا 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 يا اخ صبري، عيب الكلام ده، عيب. سيبه يتكلم، ما هو فاهم ان الحكايه سيد احمد ما بقاش كده. وعاوزين يتلعبوا كمان في الميراث. المرحوم اطيانه معروفه. أيوة. 30 فدان وفلوسه اللي في البنك وفلوس التأمين هتتقسم حسب الميراث. عرفتي بقى ان ما عندكيش معلومات كفايه. المرحوم عنده حاجات تانية كتير غير كده. حاجات تانية زي ايه؟ وانت يا سيد صبري جبت الكلام ده منين؟ اخبار رويتر. انا بقى بتوصلني الاخبار اول باول يا حبيبي، وعارف البيت فيه ايه غير الحاجات اللي حضرتك قلتها لي. وعلى العموم اهي مصلحه ليكوا برضو، ميراثكوا هيزيد، الفرخه بيضالكم في القفص يا سيدي. طب وانت ايه اللي مزعلك ومشحطط بالك كده يا اخويا؟ انكم عاوزين تاخدوا كل حاجه تطولها ايديكم. الاطيان دي حاجات متسجله وامرها معروف، ما فيهاش نهب يعني. انما في البيت بقى في حاجات تانية خلاف كده، موبيليا ومجوهرات وتحف وخلافه. لا فريد الحق. لا يا اخي صبري، يعني احب انبهك لحقيقه مهمه غايبه عن حضرتك. يعني احب اقول لحضرتك ان البيت ما فيهوش غير شويه النابوليه اللي قدامك دول، انما بقى ما فيش لا مجوهرات ولا تحف ولا خلافه زي ما حضرتك بتقول يا اخ صبري. اسمعي بقى يا ثانية، قبل ما نتكلم في اي حاجه عايزه اقول لك بقى ان المرحوم موصيني من ايام ما كنت انا وجوزي عايشين هنا معاكم ان الساعه بتاعته الذهب هياخدها محمود ابني بعد وفاة بابا ان شاء الله. لا يا شيخ، لا بقى الله يرحمه وصاكي ان الساعة الذهب بتاعته ياخدها محمود. وحياتك زي ما بقولك كده، بس ما تحلفيش بحياتي. انا لما اتبلع المرحوم افتكر عيب قوي يا ثانية. انت ما تتصوريش المرحوم كان بيحب محمود قد ايه. ده كان روحه فيه وبيعزه معزة مفيش بعد كده يا اختي. دي الحتة اللي احنا قاعدين فيها دي تشهد على صدق يا كلامي. قال لي يا كوثر يا بنتي، الساعة بتاعت محمود والله يرحمه عاد الجملة دي قدامي 3 مرات. اي والله 3 مرات. طب يا اختي ما انا كنت عايشة معاكي، ما عمريش سمعت الكلام ده منه يا ست كوثر. ايوه يا ثانية، كان لازم يقول لي الكلام ده من وراكي عشان يراعي شعورك. يا ناس حرام عليكم لما تكدبونا. ده المرحوم طول ما كنا قاعدين معاه هنا في البيت ما كانش له سيرة غير السيرة دي، وياما وصاني وقال لي كل ما نختلف بعض الساعة لمحمود. الله يرحمه، الساعة لمحمود يا صبري، مش كده؟ اوعى تفرط فيها لحد تاني. يا سلام، انا مش عارف ايه حكايه الساعه دي، يعني البيج بن انا مش فاهمه. عايز يديها للواد محمود هيقف تحتيها ولا ايه؟ شوفوا بقى يا اخوانا،
انا لحد دلوقتي ما اتكلمتش، لكن ما عادش منه بقى وهتكلم بقى. ورحمه المرحوم، وانتوا عارفين المرحوم كان غالي عليا قد ايه. النهارده الصبح يظهر يعني يا حبيب قلبي يا حبه عيني ان هو كان حاسس باللي هيجراله. قال لي الساعه الذهب دي لبنتك شهيره بعد ما اموت يا فريد، وهي دي وصيتي. وانت بقى نفذت الوصيه طبعا. طبعا في حد يكسر وصيه المرحوم؟ وصيه المرحوم لازم تحترم. ايوه يعني وضعت ايدك عليها خلاص. عشنا وشفنا ان الاموات بيورثوا البنات ساعات رجالي ولا ساعات حريمي. ده ميراث واوصى به يا ست هانم، والبنت حره تتصرف في الميراث زي ما هي عايزه. مش جايز تبيعها تديها لجوزها في المستقبل؟ ونروح بعيد ليه؟ مش جايز تبيعها لي أنا مثلا يا ستي؟ المهم الساعة دي فين دلوقتي؟ الساعة هنا في الدولاب. الله على ده دولاب. دولاب جميل قوي. انما ما قلتوليش الدولاب ده بقى بتاع مين ان شاء الله؟ ده احنا اشتريناه بالقسط. انا ما شفتوش انا قبل كده. حلو قوي. بتاع مين ده دولابنا يا ست كوثر كده اهو. قولي بقى انه بتاع المرحوم روخر. قولي. ايوه ما انت زودتيها قوي. لا بقى ما تقلبيش الكلام، انا ما قلتش كده. لا ما تقولي يا ست كوثر، قولي ما بدالك، قولي كل اللي نفسك فيه. كملي. البدله بقى اللي انا لابسها اللي هي عيافه دي، اللي هي حتتين، الزاكيته لون والبنطلون لون، بتاعت مين؟ بتاعت المرحوم برضو؟ والقميص الحلو التفتاه ده بتاع مين؟ بتاعت المرحوم برضو؟ والتل لسانك اتلاوق ولا ايه؟ ها ما تكمل وتقول التلفيحة. ها افتكر دي بقى ما فيهاش قولان. حتى التلفيحة يا راجل طمعتوا فيها. لا التلفيحة دي التلفيحة دي اشتريتها من المرحوم مش كده؟ لا ابدا، الكذب خيبة. التلفيحة دي واحد كان نازل مصر انا قلت له كوثر جرى ايه يا كوثر؟ بيبيعوها في باب الحديد. ده كان عنده برد في زوره التلفيحة كانت معلقة على كرسي جنب السرير، خدها ولفها حوالين رقبته التفيه. يا سلام. فيها ايه بس يا ناس؟ ايوه انا كان جسمي كله رطوبة، خدتها يعني عشان وكنت هرجعها تاني. ازاي؟ طبعا كنت هترجعها. انا نكذب كده؟ هو انت هتقبل على نفسك حاجة زي كده يا راجل يا استاذ فريد؟ نعم. يا ساتر وحدوه يا ساتر. الاستاذ حسن موجود؟ ايوه يا عم فرج الله، اتفضل. بعد المؤاخذه كنت جيت قلقت حضرتك ساعه الظهريه. لا اتفضل يا معلم. انا وديت لصاحبك العده في البيت وقلت له هرجع لك بعد صلاه الظهر اشوف شغلي، وصدقني يا استاذ حسن انا عمري ما عملتها ورحت بنفسي اي ميتم. ايوه اودي عده بنفسي دي كبيره قوي، كنت ببعت الصبيان، لكن عشان خاطر حضرتك لازما وحتما نقوم بالواجب. امال الله يكرمك يا معلم، ما هي طلبات حضرتك اوامر. تشكر يا معلم فرج الله. بس لا مؤاخذه الاستاذ استلم العده واستناه، لا مؤاخذه يعني يهرش ما هرش، يحط ايده في جيبه ما حطش، ولا قال لي خد يا فرج الله عربون حتى. حسابك هيوصلك كامل على داير مليم يا معلم فرج الله. انا ما قلتش حاجه عدم مؤاخذه، بس احنا ناس ارزقيه على باب الله بتوع يوم بيومه. ده الشغل بتاعنا حتى واقف اليومين دول. يا سلام. اقول ايه بس يا اخواتي، انا بحب اشهد على حد منهم لله الدكاتره والطب البشري بتوع اليومين دول كل يوم يطلعوا لنا بمطلوع جديد. ايه يا ترى؟ ايش ادويه جديده، حقن جديده، ايش اعشاب، ايش مناظير لما وقفوا عنا البعده، وفين وفين لما حد يعني ربنا يفتكره ويجعل لنا من وراه حسنه. يا معلم فرج الله من جهة الفلوس ما تحملش هم أبدا. فلوسك هتوصلك الليلة على داير مليم، والحساب عندي أنا، وطلباتك من اللي عندي ومن اللي عندي. الراجل صاحبي وزميلي وأكتر من أخويا، والدنيا مش هتطير يا عم فرج الله. ما قلتليش بقى حسابك كام؟ اللي تشوف يا أستاذ حسن. طب وشرفك أنا جايب أحسن هدة و2 صبيان من أجدع الصبيان اللي عندي. صبيان شغلهم مظبوط 100%، يعني حاجة تشرف الميت، أجدع خدمة وحياة رسول الله عليه الصلاة والسلام.
يعني طلباتك كام عشان اجهز لك حسابك؟ بلاش 70 جنيه، خليهم 50 جنيه عشان خاطرك عسل بيه، و5 للصبيان. خلاص يا معلم، المبلغ ده هيوصلك مني الليله دي. تعيش يا استاذ حسن، بعد ساعة ونص ان شاء الله اكون عنده في البيت وكله شيء يبقى جاهز. ارزقها يا رزاق يا رب يا كريم، وحدوه. يا سنية، يا سنية، انت فين يا سنية؟ يا سنية، انا هنا يا ابن الحلال. هكون فين يعني؟ مراتك مش ممكن تتغلب ابدا. يعني ايه؟ مش فاهم يا بنت الحلال. ايه رايك في ده؟ يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، دي الدبلة بتاعت المرحوم. لا، ده الخاتم الذهب بتاعك انت. ايه داني بتاع داني التلفيحة. ايوه يا فريد، ايوه. انت عاوز تطلعني حرامية على اخرة الزمن قدام اللي يستاهل واللي ما يستاهلش. طب وجبت جبتيه منين؟ لقيته في الدولاب بتاع المرحوم. الدولاب اللي احنا نقلناه تحت. طب والبتاع الحلو، الدبلة اللي عاملة زي الخاتم دي، ولا الخاتم اللي عاملة زي الدبلة دي هتبقى بتاعتي بس ازاي؟ ده صباعي، ده صباعي غليظ، انا صباعي غليظ، ما تخشش في صباعي. بس اسمع، ما تطولش لحسن يسمعونا. المرحوم اداهولك هدية لما كان عيان السنة اللي فاتت، وانت سرت جنبه 10 ليالي تشوف كل طلباته. ايوه، لكن انت بقى ما تطلعنيش كدابة، فاهم؟ ايوه بس صباعي قافش على صباعي. وبعدين صباعي مقفول. وبعدين يا فريد، حطه في صباعك الصغير يا اخي. كده يبقى أنا عاوز أتأكد الأول، المرحوم دفع قسط التأمين ولا لأ؟ وفين إيصالات التأمين؟ طبعا هو محتفظ بالإيصالات. طبعا الإيصالات فوق في الدولاب. لا قصدي في الدولاب اللي هنا. ايوه افتكرت فوق التسريحة. انا هطلع اجيبهم. لا يا حبيبتي، ما تطلعيش لوحدك، كفاية اللي جرى. ولا أقولك شهيرة تطلع تجيبهم. ايه يا خبر؟ اطلع اوضه جدي؟ وماله يا شهيرة، تجيب الإيصالات من على التسريحة وتنزلي يا حبيبتي. اصل جدك ميت يا حبيبتي ونايم ما بيتحركش. ما تطلعي يا شهيرة، ما تخافيش يا حبيبتي. حاضر يا ماما، بس انا خايفة من ايه بس؟ ما تخافيش. الله، ما تقربوا على الاكل يا جماعة. ثانية، امال فين الكبدة؟ الكبدة موجودة يا اختي، بس كنت هعملها امتى بقى؟ مش ناسية حاجة. ما انتوا من ساعة ما جيتوا فاتحين لنا محضر ونازلين فينا استجوابات. أجلي حكاية الكبدة دي دلوقتي يا كوثر لما نشوف مصالحنا الأول. ماما ايه يا شهيرة؟ ايه يا شهيرة، في ايه يا بنتي؟ ماما انا خايفة قوي يا ماما. خايفة من ايه يا حبيبتي؟ جده صحي يا ماما. بسم الله الرحمن الرحيم. صحيح؟ انت بالخرافة بتقول ايه يا بنت؟ ايوه يا بابا، فتح عينيه. صحيح يا بنت؟ انت كلمتي؟ والله العظيم صاحي يا بابا. صحي ازاي بس يا بنت؟ انت بيتهيألك. يبقى لازم نطلع كلنا نشوف الحكاية ايه. انا ما اقدرش اطلع. لا ولا انا ما يجيليش قلب اشوف بابا. لا طيب خلاص اطلع انا وفريد. ايوه اتفضل يا فريد، اتفضل. لا اطلع ايه؟ اطلع انت تسبقني الاول. سبقني انت الاول على فوق. بس انا رجلي شد عليا شويه. مالي كمان رجلي شد عليا. اطلع انت يا اخي. اطلع انت خايف ولا ايه؟ هخاف من ايه بس؟
اطلع انت يا فريد. لا لا اطلع ايه؟ انت سامع؟ سامع؟ انا سامع صوت. لا 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 انا هنزل. خدني معاك يا فريد. خدك معايا فين يا عمي؟ الله، انتوا نزلتوا ليه بسرعه كده؟ احنا لسه ما نزلناش. ما نزلتوش؟ امال ايه اللي انتوا عملتوه ده؟ ما فيش حاجه، ما فيش حاجه. ايه حكايه البنت الشهيره دي لما شافتني؟ مين؟ كوثر؟ صبري؟ مش معقول. ايه اللي جابكم هنا؟ الله، انتوا مالكم؟ امدلكم ايدي اسلم ما بتسلموش. ما هو وانت يا صبري مالك؟ جريت واقف ورا الكرسي كده ليه؟ مالك يا فريد؟ ما بتسلميش ليه يا كوثر؟ فريد مالك يا فريد؟ ابدا غريبة قوي. ما بتسلميش عليا ليه يا كوثر؟ ايوه، ما هو سلمي عليها يا كوثر، سلمي عليه. لا يا اخويا، سلمي عليه انت الاول يا صبري. اول ايه واخر ايه؟ انا مش فاهم. ايه الحكايه يا سنيه؟ انت بابا؟ يعني بابا؟ امال يعني ماما؟ الله، انتوا جالكم ايه؟ اتكلموا في ايه؟ حصل حاجه؟ انتوا واقفين كده ليه؟ ما تقعدوا. ولا غيبه طويله يا صبري انت وكوثر. توكم افتكرتوا ولا ايه؟ 4 سنين ما دخلتوش البيت ولا هان عليكم حتى جواب تبعتوه. لا ابدا ابدا يا عمي، بس يعني مشاغل. ادي احنا جينا نزور حضرتك اهو. الحقيقه يا بابا احنا اتفاجئنا بيك. ازيك يا بابا؟ ازاي صحتك؟ صحتي زي البوم، بس انتوا اللي احوالكم مش عجباني. ده انا لو كنت عفريت دخل عليكم ما كنتوش عملتوه كده اهو. مستغربين ومبسوطين والاكل مالي الترابيزه، قصدي يعني باقي الاكل، وبراد الشاي جاهز. امال حركاتكم دي سببها ايه؟ ايه اللي نابكم؟ مانيش عارف، لازم في حاجه مخبيينها عليا. لا 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 لا، حاجه ايه يا بابا؟ حاجه ايه؟ اتفضل حضرتك اقعد اشرب الشاي معانا. مش قبل ما اروح اخد دش في الحمام علشان ارجع لكم فايق. عن اذنكم انتظروني مطرح ما انتوا قاعدين كده. طبعا سايبين لي غدايا. ايوه طبعا يا بابا، غداك موجود. يا سنيه، غطي براد الشاي كويس علشان ما يبردش. انت عارفه اني بحب اشربه ساخن. عارفه طبعا يا بابا، عارفه. عن اذنكم ما تقوموش. احنا قادرين نقوم ولا نوقف ولا نقعد؟ لا مش ممكن ابدا ده يكون بابا ابدا. امال هيكون مين بس يعني يا كوثر؟ ما تخوفيناش بقى. انا اللي ركبت اتلخلخت، انا مش قادر امشي يا ناس، مش قادر. مين يا ترى اللي بيخبط في الساعة دي؟ ده احنا في عز الظهر. قوم يا فريد، قوم شوف مين. مش قادر امشي، مش قادر مش حد بنت يا شهيرة اسنديني. روح انت يا صبري، ما تخليش الجرس يدق على طول كده. حاضر انا مش قادر اعرف جوز اختك ده خايف من ايه؟ يا حبيبي انا مش خايف. مين اللي بيدق الجرس؟ انا حسن. اهلا حسن اللي جايبه ده دلوقتي. انا والله مكسوف من تعبك ويانا. تعب ايه يا صبري؟ ده احنا اخوات يا راجل. المعلم فرج الله فات عليا وقال لي اجي معاه، والراجل جاهز. ايه؟ وحدوه! ايوه جاهز بامر الله، وجايب الصبيان معايا، ودول عدم مؤاخذه ما بجيبهمش غير الغاليين قوي. حضرتك هتشوف الشغل اللي على اصوله النهارده. المرحوم كان عزيز علينا، ايوه عدم مؤاخذه. حسن بيه موصيني على حضرتك اخر توصيه. طيب كتر خيرك يا معلم. ما هو ده العشم برضه. يا سلام، احنا خدامين يا سعاده البيت. لو سمحت يا معلم توطي صوتك شويه. من عينيا يا استاذ. انا بقول لك وطي صوتك يا معلم، مش عليه. في لا مؤاخذه الستات في البيت تعبانه، ولما بيسمعوا السيره دي هيتعبوا اكتر. تعالى نتكلم بره في الجنينه. يا امرك يا سعاده البيت، امرك. ده اللي بيموت يا سعاده البيت بتريح من قرف الدنيا وبلاويها، واكرام الميت دفنه عدم مؤاخذه يا سعاده البيت. بقول ايه، تسمح يا استاذ صبري كلمه بيني وبينك كده؟
الفلوس وصلتنا يا سعاده البيه وزياده كمان. انا ما بتكلمش عن الفلوس يا معلم، انا عايز الاستاذ في حاجه تانية. بعد مؤاخذه انا هروح اقعد تحت الشجره اللي هناك دي. طب اتفضل مع السلامه. في ايه يا صبري؟ انا الحقيقه كان ودي ان الحانوتي ده ما يجيش خالص. ما يجيش خالص؟ ليه؟ كنت هتأجل دفن الميت ولا ايه؟ قلت لك انا حسبته خلاص. بيني وبينك يا حسن مفيش ميت ولا حاجه. ايه انت بتقول ايه؟ انا مش فاهم. المرحوم صحي يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. صحي أيوة يا سيدي، ايوه صحي، ما كانش مات، كان عنده كوما مغمى عليه. ايه الكوما دي كمان؟ هو كان عنده سكر، كان مريض بالسكر. والكوما دي انخفاض نسبة السكر في الدم. ايوه والإغماء دي لما بتطول بتموت أحيانا، لكن أهو بقى له عمر. يا خبر. طب والحاجات اللي عملناها دي كلها، تصريح الدفن والحانوتي ودار المناسبات، ده كله أنا هحاسبك عليه. أنا ما بتكلمش عن الحساب، أنا بتكلم عن الإجراءات اللي عملناها من غير داعي. ده الحمد لله كمان اننا ما بعتناش النعي للجرايد تنشره. يا خبر اسود، هو انتوا كمان كنتوا مجهزين نعي؟ ايوه يا سيدي، اخت مراتي كانت كاتبه شعر، شويه كلام اللي يقراهم يضحك مش يترحم على الميت. وكان خبر المرحوم اللي ما ماتش هيتنشر في كل الدنيا، وشوف بقى الحاجات اللي كانت هتترتب عليه. مش مهم دلوقتي. ما قلتليش يا حسن، انت هتتصرف مع الحانوتي ده ازاي؟ هتقول له ايه؟ اعمل معروف يا حسن، ما تقولوش ان الميت صحي، لحسن يعملها حكايه يدور يحكيها في البلد كلها وتبقى فضيحه. ما تخافش، انا هتصرف معاه، وهتصرف مع مكتب الصحه ومع دار المناسبات، ما تحملش اي هم. هقول لك ايه بس يا حسن، ورطه وقعت فيها وجميل مش هنساهولك ابدا يا حسن. فين الشاي بتاعي؟ هنعمل لك غيره يا بابا، اصله برد. ازاي صحتك يا بابا؟ تاني ما قلت لك صحتي زي البوم، عاوزه توهميني ولا ايه يا بنت انت؟ صحتي عال العال، وانا اراهنكم اني مش هكون اول واحد يدخل المدافن في البيت دي. ده اللي احنا عاوزينه يا بابا. امال ربنا يديلك طول العمر يا رب. تدعي عليا العمر واحد، بس انا شاعر انه عمري طويل. الله، الشبشب بتاعي راح فين؟ دورت عليه ما لقيتوش. والله قال انت لابس الشبشب بتاعي الجديد يا سي فريد؟ لا يا بابا، ده لابسه غلط. اصل ايه؟ هتقولي لي انه كان شبشبه؟ لا مش عادتك يعني يا استاذ فريد تعمل العمله دي؟ لا اصلا المداس بتاعي من غير مؤاخذه كنت انت علقت ولا ايه؟ لا انا الشبشب عمك وتنزله حافي. لا يا فريد، محدش في الدنيا يعمل كده. ايه الحكايه؟ انت داخل في الشمال ليه يا استاذ صبري؟ هو عارف وانا عارف. بس انا بقى مانيش عارف. هو اللي بيموت بيصحى تاني يا جدي؟ بتقولي ده السؤال البايخ ده. امشي كنوس السلم يلا. امشي. ايه يا بابا؟ ايه يا ماما؟ في ايه تاني؟ اكنسهم بابا كنسوا دلوقتي وانت مسحتيه. يا بنت عيب احترمي نفسيتك قدامي، انا باكل السلم يا بنت. امشي العبي بره. انا مش فاهم انتوا حابسين دم البنت ليه؟ احنا بنعلمها الصح، احنا عندنا هنا في الارياف بنعلم صح، بنربيه. انت دخلك ايه بقى يا صبري؟ وانا عملت ايه بس يا بابا عشان تربيني؟ ده انا كنت زعلانك منه مات. بس مين هو اللي مات؟ مات قطعا واحد من العيله. اتكلموا انطقوا قولوا لي مين اللي مات. هنقول لك يا بابا، هنقول لك. اصله واحد قريب صبري يا بابا، قريب صبري. ما تقوليش ليه يا صبري؟ ما تقوليش ليه ان واحد قريبك مات علشان اقوم بالواجب، وعلشان كمان كلكم لابسين اسود وتسيبوني انا اخر من يعلم. بقول لك ايه، قول لي مين اللي مات لك ده يا صبري؟ حماية. قصدي يا حماية. انا بقى انت ايه؟ هو انت يبقى لسانك اتلاوق ولا ايه؟ ما تقول له يا
صبري فيها ايه يعني يا اخي؟ ما تقول له ان هو اخوك. ايوه اخوك. اي نعم بابا هيزعل يعني شويه، لكن بابا جامد يقدر غريبة قوي غريبة قوي. هو انت كان ليك اخ يا صبري؟ اخ؟ ابدا. ايوه قصدي اخ. ايوه كان ليا اخ ومات في البرازيل. مات في البرازيل؟ وجاي حضرتك لابس اسود انت ومراتك تندبوا عليه هنا وتفولوا علينا؟ يا حماية اصل انا بلا قص بلا فصل. انا قايم، دي انتوا قعدتكم تغم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، اتفضل. معلش يا بيه، هما كلمتين هقولهم لك كده على الماشي. ما أنا عارف ظروف حضرتك الباقية في حياتك يا بيه. حياتك الباقية؟ يا سلام يا بيه، صحيح يخلق من الشبه 40. أي واحد يتلخبط بينك وبينه، والله العظيم ما ساعدت البيه أتلخبط. بيني وبين مين؟ أنا مش فاهم. الله، حضرتك الصورة طبق الأصل من المرحوم. المرحوم؟ ها؟ المرحوم مين؟ أخو حضرتك عم سالم بيه، الله يرحمه ويحسن إليه. فعلا ناس كتير بيقولوا إنه كان شبهي. تماما يا سعادة البيه، شبهه تماما. ومين قالك إن عم سالم مات؟ الله، ده الحي كله عارف يا بيه، هو عم سالم كان شوية. ومين بلغك خبر وفاته؟ الأستاذ صبري جوز بنت المرحوم أخو حضرتك. أنا المشرف على دار المناسبات بتاعة العزاء بيه، واسمي مصلحي. أهلا وسهلا. أهلا بيك يا بيه. وحضرتك ما قلتليش أنت جاي ليه؟ أنا جاي لحضرتك في موضوع صغير بس موضوع مهم. موضوع إيه؟ هو موضوع بسيط بس الوقت نفسه يعني كبير الموضوع، لأنه حاجة تشرف الميت وأهل الميت، والمرحوم كانت قيمته كبيرة. برضو أنا مش فاهم موضوع إيه؟ الكراسي يا بيه. كراسي؟ كراسي إيه؟ أنا مش فاهم. دار المناسبات يا بيه مش ممكن يكون فيها كراسي. طبعا. أمال المعزيين هيقعدوا فين؟ أهو ده الموضوع اللي أنا جاي أتكلم فيه يا سعادة البيه. دار المناسبات مفروشة كراسي أي كلام، ويقعدوا عليها الناس اللي زي حالاتي كده. إنما الناس الأكابر بتعمل ترتيبها في كراسي تانية، بيأجروا كراسي كبيرة مدهبة عليها القيمة. فكرة كويسة يا سيد. قلت لي اسمك إيه؟ مصلحة سعادة البيه، محسوبك مصلحي. عاوز أقول لك حاجة مهمة برضو يا سيد مصلحي. اتفضل يا سعادة البيه. مش جايز محدش يجي من الناس الأكابر اللي انت بتتكلم عليهم دول؟ ازاي ده يا سعادة البيه؟ ده انتوا ناس أكابر والحي كله عارفكم، عارفين المرحوم أخو حضرتك وكانوا أصحابه وحبايبه. انت بتقول دار المناسبات فيها كراسي مش كده؟ ولا انتوا بتأجروها فاضية؟ لا يا سعادة البيه، فيها 300 كرسي موجودين على طول. خلاص دول كفاية قوي. وحتى لو فاضية ما فيهاش كراسي ما يهمش، ما يجراش حاجة. ما يجراش حاجة ازاي بيه؟ قلت لك ما يجراش حاجة وانا أدرى منك. أدرى مني طبعا يا بيه، بس يعني اللي جايين يعزوا يقعدوا على ايه؟ محدش هيجي يعزي. محدش هيجي يعزي ازاي بيه؟ ده المرحوم كان حبيب الناس والكل عارفينه صغير وكبير. انا اخو الميت وبقول لك كده. ولو اني مش فاهم حاجة يا اخو الميت، لكن امرك يا بيه. السلام عليكم. سلام ورحمة الله وبركاته. يا سنية يا سنية. ايوه يا بابا ايوه. امال جوزك فين؟ موجود يا بابا. اندهيله وتعالوا معايا في الأوضة هنا. ها يا كوثر. ايوه يا بابا. عاوزني في حاجة؟ عاوزك وعاوز جوزك صبري تيجوا تشرفوني هنا شوية في الأوضة. ها صبري يا صبري. ايوه يا كوثر. بابا عاوز يقعد معاك شوية، تعالى. وشوية ليه؟ ده انا اقعد معاه على طول. دي القعدة معاه وحشاني والله، وربنا يديله طولة العمر. ده كم مرة فكرت انا وكوثر نجيلك يا عمي، واستعدينا وجهزنا الشنط فعلا، لكن الظروف كانت بتمنعنا. الظروف تمنع مرة واحدة ولا مرتين، لكن مش على طول، ولا ايه يا عمي؟ على رأيك يا فريد. الظروف تمنع الإنسان 4 سنين. ما فيش داعي للمناقشة دي.
طبعا موضوع موتي ده مفروغ منه، ومش عاوز اقلب فيه لان فهمت كل تفاصيله. ايوه يا بابا من غير ما حد يقول لي حاجه. فرحتوا وافتكرتوا ان طاقة القدر اتفتحت لكم. لا 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 يا عمي، الكلام ده جايز ينطبق على ناس تانيين. يا سلام. انما انما ما ينطبقش عليا انا وسنيه. امال ينطبق على مين؟ ان شاء الله هينطبق على صبري وكوثر. شوف ازاي 4 سنين وما قالولكش انت فين، على اللي جم فرحانين وكلوا جاتوه في الاتوبيس وما جابولناش حتى حته جاتوه في ايدهم. جاتوه ايه بس اللي كلناه يا جماعه؟ جبتوا الجاتوه من محل مين يا صبري؟ جاتوه ايه اللي كلناه بس؟ دول لقمتين اشتريناهم من الفطاطري، ما احنا كنا خارجين من البيت من غير فطار. فعلا الفطير بيوصفوه الدكاترة للناس الحزانة لانه بيهدي اعصابهم شوية. سيبونا بقى من حكاية الفطير دي، ندخل في الجد. عاوز اسأل سؤال. الواحد لما ياخد حاجة مش بتاعته ويدعي امتلاكها يبقى ايه يا صبري؟ أيوة تبقى سرقة يا عم سالم. وبعدين يعني انا الحقيقة يا عمي ما بفهمش في الحاجات دي. ما تجاوب انت يا فريد. فريد يا عم الحقيقة حيف لنا 100,000 يمين ان الدولاب اللي نقله من اوضتك بتاعه. ايوه يا بابا. الكلام ده حصل يا فريد؟ حصل يا سنية؟ لا والله العظيم احنا كنا ما تحلفوش. انا قبل ما ارقد الصبح الدولاب ده كان في الأوضة، فتحت عيني ما لقيتوش هنا ومفيش غيركم في البيت. افتكرتوا اني مت وضعتوا ايدكم عليه. ايوه يا عمي واحنا جينا لقيناه تحت كمان. اشتريتوا مني بكام يا فريد؟ انا مش فاكر. ايوه قول له. لا 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 يا عمي، اصل من غير مؤاخذه قاعد انا وثانيه تحت فسمعنا كده كركبه فوق. اما انا بقى طلعت اشوف ايه الكركبه دي، لقيت الفيران عماله تجري في الدولاب. وبعدين ايه اذا كان على الدولاب ده يعني ده دولاب قديم يعني انا مستعد ادفع ثمنه والله العظيم. بس ما تحلفش. قلت لك ثمن ايه بقى؟ ثمن ايه اللي هتدفعه يا سي فريد؟ قالوا لك ايه؟ بابا بيبيع دواليب. وايصالات التامين كانت فوق التسريحه، راحت فين؟ مانيش عارف. ايوه يا بابا، اصل بعد شهيره بنته تجيبهم من فوق عشان يعرف قيمه التامين قد ايه. وحصل اللي حصل يا بابا. يعني قلت لشهيره كده بناء على كلامك يا صبري. ايه كلامي انا؟ ياه ده انتوا كنتوا مستعجلين قوي على القبض، مش كنتوا تستنوا. كنتوا تستنوا لما يدفنوني. بعد الشر عليك يا بابا. بعد الشر عليك ألف بعد الشر. طب وافرض بقى يا عم سالم ان احنا خدنا الدولاب، فيها ايه؟ ده احنا ما فيش اي فرق بيننا وبينك، وطول عمرنا بنخدمك، والدور والباقي بقى على اللي كانوا هاجرينك وجم النهارده ومعاهم جاتوه وعايزين ياخدوا الساعه الذهب بتاعتك من الدولاب، وقالوا انك انت قال ايه موصي بيها لابنهم محمود. ايوه اللي بيصطاد في الميه اللي يكره ده اللي فيكم ما تجيبوش فينا. ايوه اسالوا يا بابا بس فين السبحه الكهرمان بتاعتك. وانت كان موقفك ايه يا صبري؟ مراتي صادقه يا عمي. انا سمعتك في الحقيقه بتقول لها قدامي ان الساعه دي لمحمود. شفتم؟ لا قدامك. غريبه. لازم انا ساعتها كنت عيان وبخرف. انتوا ما عندكوش شهود يشهدوا بوصيتي اللي انا عمري ما قلتها. صبري ومراته هم اللي بيطمعوا في كل حاجه، وبعدين يعني حكايه الساعه دي هم عايزين ياخدوها كده بدون وجه حق يا عمي. شوف ازاي يا خبر ابيض. ايوه صحيح فكرتوني. انا شفته بعيني بيسبح بيها ساعه ما دخلت عليكم وانتوا بتتغدوا لما نزلتوا من فوق اول مره. ايوه مظبوط يا عمي. ده اقول لك الحق بقى يا عمي عشان انا ما بكذبش، والبتاع قافش على ايدي قوي وعلى صباعي هيطيروا. صبري هو اللي اداهالي وقال لي خد خبيها معاك وبقى اداهاني وانا مسافر عشان تبقى بركه من عمي. وحياتك يا عمي ما حصل. انا لا اديته سبح ولا عمري شفت سبح ولا عمري طمعت في حاجه غيري، بس اهو
اديك شايف عمال يغلوش في الكلام علشان حضرتك تنسى حكاية الساعة الدهب. والساعة الدهب فين دلوقتي؟ معيش غير الدبلة. في الدولاب يا بابا. ايوه في الدولاب اللي اشتراه منك فريد. ايوه في الدولاب. بتعمل ايه في الدولاب دلوقتي؟ ماني كنت انا شلتها في الدولاب يا بابا. ما هو الاستاذ صبري ادعى انها بتاعت ابنه. انا ما بدعيش ابدا. انا راجل غني ومستور ومش محتاج لساعة او لغيره. انا هوريك يا عمي النوتة اللي انا بأيد فيها اسماء الطلبة اللي بياخدوا عندي دروس والمبالغ المحصلة منهم كمان. ايوه وريهم علشان تعرف ان عيني مليانة ومش ممكن ابدا امد ايدي لحاجة مش بتاعتي. اتفضل يا عمي ادي النوتة. طب حوش اللي وقع منك بقى يا صاحب المبالغ المحصلة. الله ايه اللي وقع دي؟ ده جراب نضارتك الذهب يا عمي. حتى النضارة كمان ما تعتقوهاش. ده كان عايز يقلش البيت كله لولا انا وقفت له. يا خبر ايه اللي حط نضارتك في جيبي كده؟ انا الحقيقة يا عمي انا يظهر افتكرتها نضارتي. اصل يا عمي جراب نضارتي شكله تمام مظبوط. طب خليه بقى يوريك جراب نضارته يا عمي. نشوف شمبرها ذهب ولا لا. قوي ايوه وريها لهم. الله نضارتي راحت فين؟ يا خبر يا صبري. يظهر نسيتها بقى في الاتوبيس اللي كنا جايين فيه. لا يا شيخ اكيد صبري عمره ما لبس نضاره يا بابا. او يظهر بقى نضاره عمي نطت دخلت جيبه. يظهر انها كانت نضاره شقيه. ايوه زي الخاتم. لا بقى وانت الصادق اللي شقي شويه الخاتم الذهب بتاع عمك اللي نط ودخل في صباعك. ده حتى يعني ده دخل في صباعي بالعافيه. ده انت ناس انه في صباعك عشان الحق يبان. لقطت الخاتم اللي كان على الكومودين واللي جنب سريري وانا نايم يا فريد. انا يا عمي انتهت الجلسة وبعد استراحة قصيرة نقعد قعدة تانية لصدور الحكم. الجلسة أديكوا فكرة كاملة عن كل ما أملك. أولا 30 فدان. ثانيا 40,000 جنيه في البنك. ثالثا مصوغات وحلي ذهب مودعة في البنك بمبلغ 50,000 جنيه. والوصية الجديدة اللي هكتبها بكرة ومش هظلم حد فيكم هيكون نصيبكم متساوي في حالة قبولكم للشرط اللي أنا هقوله. احنا موافقين على أي حاجة ربنا يقوله. سكوت من فضلكم. ايه هو الشرط؟ أنا هسيب كل ممتلكاتي وثروتي للإنسان اللي هيعيش جنبي يخدمني بإخلاص كلنا يا بابا لآخر يوم من حياتي. كلنا يا بابا. أنا شخصيا يا عمي مستعد أسيب وزارة التربية والتعليم والدروس الخصوصية وأجي أعمل مشروع هنا. شايف يا بابا؟ هيعمل محل نظارات من النظارات اللي بيسلكها منك. لا هفتح معرض موبيليا في دواليب وانت الصادق. ولا هيفتح محل ساعات ومجوهرات. ولا هيفتح محل فطاطري سري. أرجوكم السكوت علشان أنطق بمضمون الحكم بالاطلاع على صحائف أحوالكم. أنا اخترت مين يعيش معايا. مين يا بابا؟ مين يا بابا؟ قول يا بركتني قول. سميرة جارتنا ست أصيلة وأعرفها من 25 سنة. 25 سنة؟ كانت صاحبة المرحومة. ست لسانها بينقص سكر. الله. لا يوم كدبت ولا يوم نصبت ولا يوم ادعت زور
ولا يوم خانت العهد. بكرة هروح للمحامي بتاعي أخليه يعمل كل الإجراءات وكل طريقة علشان يطلعكم إيديكم فاضية من الميراث. والميراث اللي هحاول إني أقول كله للست سميرة. الست سميرة مراتي، وأكون سعيد جدا لو خدتوا بعضكم وسافرتوا الليلة. ايوه بس الدبلة زنقة قوي. وهكون سعيد وأسعد لو تخلوني ما اشوفكوش أبدا طول العمر. وصية المرحوم. اشترك في التمثيل نظير عبد الجابر، صلاح عفيفي، والطفلة هند السنباطي. الهندسة الإذاعية محمد صادق. وصية المرحوم كتبها للإذاعة إدوار سليمان. إخراج محمود فتح الله. أعدت لكم هذه السهرة داليا رشدي.